السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير وسعادة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل طبق كبدة حلو جدا، طبق فاخر كده زي كبدة العربيات بالظبط، نفس الطعامة ومنتهى اللذاذة، وكبدة كده خطيرة. ويلا نسمي بالرحمن نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه حبايبي بنجيب طاسه سخنه فيها معلقتين 3 كده من الزيت. لو عندك قطعه من اللي يا سلام تنزلي بيها هتبقى تحفه جدا، بس انا ما كانش متوفر عندي فهعمل الزيت النهارده وسبته يسخن جدا. وبعد كده نزلت بالكبده بتاعتي. لازم تعمل كده الطشه الحلو ده على الطاسه علشان نديلها صدمه كده وتقفل المكان بتاعها. اللهم بارك. الكبده البقري من الحاجات اللذيذه جدا الصحيه، بس ليها تركات كده وانت بتعمليها. لازم تنزلي على طاسه سخنه جدا، تحطيها تقلبيها على طول علشان تاخد معاكي شنطه كده خفيفه على السريع. وفي نفس الوقت ما تكترلهاش التوابل عشان تحسي ان انت بتاكلي كبده مش بتاكلي كميه بهارات كبيره. قلبتها كده تقليبه بعد ما اتغير لونها من تحت عشان تغير باقي اللون. وكمان من اهم تفاصيل الكبده ان انت ما تسيبيهاش على النار فتره طويله، لان لما بتستنى على النار بتشد. الكبده زيها زي الجمبري بالظبط، لما بيفضلوا على النار وقت اطول بيعملوا شده كده ومضغه وبتبقى مش لطيفه خالص. هي ما بتستحملش وقت خالص، 3-4 دقايق بتكون استوت معانا. اهم حاجه تقطعي كده بشوكه وتتاكدي ان هي استوت من جوه، مفيش فيها اي سوائل حمراء. نزلت بقى بالبهارات عندي، رشه من الفلفل الاسود ورشه من الهيل البودر وكمان رشه كزبره ورشه خفيفه من الكمون. وكده خلاص انا مش هحط اي بهارات تانية للكبده. طبعا انا كنت غسلاها مقطعاها زي ما احنا شايفين شرايح طوليه كده، وغسلاها كويس ونقعها في ميه بخل وليمون شويه كده لحد ما لونها فتح معايا علشان اتخلص من اي زفاره. في ناس يعني مذاهب كده بتقول ان ما بيغسلوش الكبده، كل شيخ وله طريقه زي ما بيقولوا، بس انا بفضل اي حاجه حد امسكها لازم اشطفها حتى لو شطفه خفيفه. بعد كده بنزل بقرن فلفل حامي كده او بارد حسب الرغبه طبعا، بيدي تست حلو جدا. وكمان هنزل بقى يعني هوزع الكبدة كده على جنب وافضي مكان، وانزل بفص توم 1 أو 2 بالكتير على الطاسة كده اشوحه، بيدي تست حلو جدا للكبدة بتاعتي. ومعلقة صغيرة كده من هريسة الشطة برضو علشان تبقى سبايسي كده وطعمها خطير. كده خلاص الكبدة تقريبا خلصت، هسيبها بس تاخد تشويحة كمان مع كل المكونات اللي حطيتها. الفلفل يدبل معايا سنة وابتدي اطفي عليها. اهم حاجة في الكبدة انك تمسكي قطعة كده بالشوكة تتأكدي ان مفيش فيها اي سوائل، هتبقى معاكي زي الفل. تطفي فورا، ما تسيبيش الكبدة على النار وقت طويل خالص، طعمها هيبقى مش كويس خالص وتبقى بتشد. انا هتأكد دلوقتي من الكبدة بتاعتي تمام جدا، فهطفي بقى عليها النار، مش محتاجة وقت اطول من كده. الصوص اللي فيها ده مش بحب انشفه بالكامل، لان لما بينشف بتبقى الكبده ناشفه كده وبتسمر وبتبقى شكلها مش لطيف، وكمان بتغمسي منه. ولو لما بتعملي سندوتشات بتبقى طعمها في منتهى اللذاذه. شلت ورق اللورة كده وهبتدي بقى اغرفها في طبق التقديم بتاعي. بسم الله، اللهم بارك. اسرع طبق كبده ما بياخدش 5 دقايق على النار، تعمليه غدوه سريعه، تعمليه عشاء لذيذ وصحتين وهنا على قلوبكم. جربوا الطريقه دي للكبده هتعجبكم جدا. تنسوش بقى تجرنشوها كده بورقتين من البقدونس. ويا رب النهارده يكون الفيديو البسيط ده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو زيكم وشير علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.